الغرزة بتاعت النهاردة أقل ما يقال عنها إن هي كيوت. هي اسمها ذا بابل ستيتش أو غرزة الفقاقيع. ده لأن شكلها عامل زي الفقاقيع، الصابون، كور اللبان، البالونات. عشان كده أنا شايفة إن هي بتبقى ظريفة جدا بالذات للحاجات بتاعت الأطفال. ده شكلها من الظهر، ده شكلها من الوش. الغرزة دي علشان نعملها أولا احنا بنستعمل الغرزة العدلة والمقلوبة بس، وعشان نعملها بنحتاج نعمل مضاعفات العدد 4 زائد 3. 3 ده ثابت، مضاعفات 4 زي ما انتوا عايزين. يعني هنعملها 4، هنعملها 8، هنعملها 12، هنعملها 15، هنزود التلاتة 16، هنزود التلات غرز ثابتين زي ما هم. وبتحتاج ان احنا نعمل 12 صف. ما تقلقوش، 12 صف دول سهلين جدا، لان هو من ال 12 صف دول احنا بنعمل منهم 10 صف عدل كامل وصف مقلوب كامل. وبتبقى بس التركة اللي فيه اللي بتعمل شكل البابلز دي في الصف السادس والصف ال 12. احنا عندنا الصفوف الاعداد الفردية بتبقى غرزة مقلوبة، الصفوف الاعداد الزوجية بتبقى غرزة عدلة، والصف السادس والصف ال 12 هما اللي بيبقى فيهم باترونه سهل. يعني هو بيبقى كله عدل ما عدا الحته بس الغرزه اللي احنا فيها اللعبه اللي بتعمل البابلز دي. فنشوف ازاي هنعملها. قبل ما نشوف الطريقه اللي احنا نعملها بيها، انا شايفه ان احسن حاجه تتعمل بيها برضو كوفيات، ايس كابات، اي لو كوفيات هنحتاج نعمل بس تعديل. لو حاجه هتبقى كده هنحتاج نعمل تعديل عشان ما تبقاش دي متنية. انا ما جربتهاش لسه، بس لو كوفية او حاجة هتبقى كده، بدل لو حد هيبقى عنده مشكلة في ان دي الاطراف بتاعت الكوفية اللي هنا دي معوجة او مش مستقيمة، ممكن دايما ان احنا نبتدي الصف الاول، الصف بتاعنا الغرزة الاولانية اللي احنا هنشتغلها هنعمل نمررها من غير ما نشتغلها، يعني هنعملها سليب بس. دي انا لقيت الحركة دي لما بعملها في الكوفيات بتخلي هنا الطرف مستقيم مش متني، فبيبقى شكلها اظرف. انما غير كده هنا شايفه ان دي ممكن تتعمل بيها اي حاجه تانية، وزي ما قلت هي هتبقى شكلها ظريف جدا بالنسبه بالذات لحاجات الاطفال يعني. فنروح بقى نشوف بنعملها ازاي. دلوقتي انا عملت 15 غرزه على الابره، 15 غرزه علشان 12 غرزه اللي هي مضاعفات الاربعه زائد الثلاث غرز اللي انا عملتهم في الاخر. احنا قلنا الباترون بتاع الغرز دي عبارة عن مضاعفات الاربعة زائد 3 في الاخر. طيب يعني دول كده 15. تمام. الصف الاولاني بعد كده الاول احنا البداية عندنا من هنا الصف الاولاني غرزة مقلوبة الى اخره. نخلي بالنا ان الاعداد الفردية من الصفوف هي دايما غرزة مقلوبة، الارقام الزوجية غرزة عدلة. ماشي. اول صف هنعمله مقلوب كله. تمام. الصف التاني هيبقى غرزة عدلة كله. تمام. تمام.
تمام كده عملنا الصف الاولاني مقلوب، الصف التاني عدل. هنكرر الصف التالت مقلوب. بعد كده الصف الرابع اللي هو غرزة عدلة كلها. بصوا هتلاقوا الموضوع ظريف جدا. هو اي نعم عدد الصفوف المفروض ان هما 12، كتار شوية او تحسوا ان هو كتار، بس احنا 10 من ال12 دول شغالينهم عدل ومقلوب من غير اي حاجات زيادة يعني. خمسة كله مقلوب. هنا قربنا على الصف السادس اللي جاي، الصف السادس اللي فيه شوية بقى ايه سسبنس. هتعرفوا ليه سسبنس دلوقتي. الصف السادس، بحس ان انا هقول الصف السادس الابتدائي، ما علينا. الصف السادس واللي فيه سسبنس. طيب اول 3 غرز نشتغل عدل عادي، مش فيها سسبنس. 2 3. طيب اللي بعد كده الغرزة اللي بعد كده الغرزة اللي بعد كده المفروض هنشتغلها حاجة اسمها K4B. يعني ايه؟ يعني نشتغل غرزة عدلة اللي تحتيها ب4. الكلام ده. طيب احنا الغرزة دي بصوا بقى، دي حتة سسبنس وايه هنطلعها كده. تمام. وبعدين احنا عايزين نشتغل الغرزة الرابعة من تحتيها، معنى دي 1 2 3 و4، ونروح ماسكين في الحتة اللي بقت اللي هي الغرزة اللي تحت دي. يبقى احنا كده عندنا ورا هنا في 1 2 3 4 اللي هي زي درجات السلم كده، 4 درجات. ونروح احنا مدخلين هنا بقى دي في اللي بقى، ندخل الابرة من ورا ال4 كأننا هنشتغلهم عدل. احنا هنشتغل كده وهنطلعها من 5 اللي هما ال5 اللي هما ال4 اللي احنا طلعناهم، ومن الصغيرة اللي احنا كنا ماسكينها تحت. فاحنا كده المفروض مدخلينها 1 2 3 4 5. تمام تمام. وبعدين نشتغل 3 1 2 3. تمام. اللي بعديها هنعملها اللي هي K4B. دي الغرزة اللي احنا هنقول لها عن اذنك. ماشي. هننزل 1 2 3 كده، كام 3 4. وبعدين نمسك الحتة الصغيرة اللي اتبقت ونشتغل غرزة عدلة من ورا ال4 والواحدة اللي احنا ماسكينها كده، ونمررهم هنا كده. تمام جميل. وبعدين نشتغل 3 عدلين، 3 غرز عدل. 1 2 3. بعد كده دي نعملها نفس الطريقة، نقول لها عن اذنك ونعدي 1 2 3 4، ونمسك في الصغيرة اللي اتبقت ونشتغل من وراهم كلهم غرزة كده. والثلاثة الاخرانيين هنشتغلهم عدل.
كده احنا خلصنا الصف السادس. طيب نشتغل بقى من 7 ل12 او من 7 ل11. 7 هتبقى عدل مقلوب، 12 سوري 7 مقلوب، 8 عدل، 9 مقلوب، 10 عدل، 11 مقلوب، وبعدين نرجع في ال12 مع بعض. تمام. طيب احنا كده المفروض عند الصف ال12 كان اخر حاجة الصف ال11 غرزة مقلوبة كله. الصف ال12 هنبتدي اول واحدة بان احنا هنعمل اول غرزة بس، غرزة عدلة. بعد كده هنعمل اللي هي كي 4 دي اللي هي نفلت الغرزة، ونعدي 1 2 3 4 ونمسك اللي اتبقت دي هنا. تمام. اوكي كده 4 كده 4. نمسك اللي اتبقت ونروح جايين من ورا ونشتغل غرزة عدلة لحد هنا. تمام. بعد كده هنشتغل ال3 اللي بعديهم غرزة عدلة. ادي 1 2 3، وبعدين نفلت الغرزة. ادي 1 2 3 4 ونمسك من هنا ونشتغل كده. تمام. اوكي. بعد كده 3 1 2 3. نعمل تاني، نفلت الغرزة، نعمل 1 2 3 4، نمسك اللي اتبقت دي هنا وندخلها كده. تمام. فاضل كده 1 2 3. طيب احنا كده فاضل ان احنا نعمل ادي 1 2 3 كده اتبقت معانا غرزتين. اخر غرزتين دول هنعملهم ازاي؟ اخر غرزتين المفروض ان هو هنعمل واحدة اللي هي الطريقة بتاعتنا اللي هي نفلت 1 2 3 4 هنمسك اللي اتبقت دي وندخلها نشتغل كده. خلي بالكوا احنا بنمرر للمرة التانية بقولها الغرزة بنمرر بنعمل غرزة من ال4 اللي احنا فردناهم وال5 اللي احنا مسكناها، واخر واحدة هنشتغلها غرزة عدلة. وكده المفروض ان احنا خلصنا الباترون بتاع البابلز، وبدأ هنا يبان معانا الفقاعات اهي هنا كده وهنا. طبعا كل ما هنكتر الصفوف كل ما هيبانوا اكتر. تمام. جميل. وبالتوفيق.